بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معاكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. طلبات جوميز من إدارة الزمالك عقب وصول أوفي إيجاريا. وصل للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء اللاعب أوفي إيجاريا من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال الموسم الصيفي. مصدر في داخل نادي الزمالك أكد أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض أبلغ إدارة الزمالك برفض خضوع اللاعب للاختبارات الفنية، مؤكدا أن جوميز طلب فقط خضوع اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود مباشرة من أجل انضمام اللاعب للزمالك. جوميز يثق بقوة في إمكانيات اللاعب، خاصة وأنه تولى تدريبه من قبل في أحد الأندية الإنجليزية، ويراهن على مستوى اللاعب وأنه سيكون صفقة من العيار الثقيل وسوف يستعيد مستواه بشكل سريع. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة لجوميز كان حاطط أوفي إيجاريا كخيار أول له بالنسبة للاعيبة الأجنحة وصانع اللعب، فبصراحة هو كان طالبه أساسا. فالزمالك جاب مشلاك، هو ما اعترضش على مشلاك، بس هو كان قال لهم الأولوية كانت لأوفي إيجاريا. هو شكله مقتنع تمام الاقتناع باللاعب، وحاطط في دماغه إن هو ده اللاعب اللي هيكسر الدنيا. فبصراحة يعني الزمالك لو هيشوفه من الناحية الطبية، ويسيب الباقي على جوميز بقى، إن هو الناحية التدريبات البدنية والفنية دي ده شغله. وبالتوفيق إن شاء الله للزمالك واللاعب. أول تعليق من أحمد القندوسي على قرار الأهلي بعرضه للبيع. علق اللاعب الجزائري أحمد القندوسي على قرار النادي الأهلي بعرضه للبيع عبر بيان رسمي. كان النادي الأهلي قد قرر عرض اللاعب للبيع في ظل إعارته الحالية لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك عقب تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، والتي تحدث فيها عن تحكم كبير لوكلاء اللاعبين في صفقات الأهلي، ما تسبب في أزمة بين اللاعب أحمد القندوسي وإدارة الأهلي، وبالتالي قررت إدارة النادي عرض اللاعب للبيع وفقا لبيان رسمي. أحمد القندوسي من خلال تصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتب قائلا: الحمد لله على كل شيء. يا جماعة سبحان الله، يعني أحمد القندوسي ده أول من فوضه في مصر هو نادي الزمالك. وطبعا الزمالك فوضه لأنه بصراحة كان في احتياج كبير للاعب، لأن بصراحة مركزه في الزمالك وقتها ما كانش عنده لعيبة أساسا في المركز ده خالص، أو اللعيبة اللي كانوا موجودين ما كانوش برضك على المستوى المطلوب، أو هم كانوا مثلا بيقدم بس طبعا ما فيش إبداع في أدائهم يعني. فلما الأهلي دخل على الصفقة خلصها هو، والأهلي أساسا ما هوش عايز اللاعب. ليه؟ لأن الأهلي أصلا في الوقت ده برضك كان عنده تخمة في اللعيبة في المركز ده، وعنده لعيبة كتير، فاضطر الأهلي بعد كده إن هو يودي اللاعب إعارة، لأنه أساسا هو تعاقد معاه مش محتاج له. ما حدش بيقول بس هو جابوا صفقة للمستقبل وللاستثمار والكلام الفاضي ده اللي ما فيهوش فايدة، ده كلام بس للاستهلاك المحلي زي ما بيقولوا. هو اللاعب أصلا لما لقى الزمالك بيخلص فيه ولا دخل فيه عشان يخلصه، وكده كده والدليل على كده إن هو ما لعبش في الأهلي أصلا من ساعة ما جه، يعني بيوديها إعارات على طول. فبصراحة حاولي بس يعني، يلا سبحان الله، هقول الحمد لله على كل شيء زي ما القندوسي. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.